مساء الفل، مع حضراتكم باشمهندس أمانوب مجدي، مهندس ديكور من شركة ديكوريتيف. النهارده عندنا تسليمه كده هاخدها مع حضراتكم. عندنا احنا دلوقتي كده في الريسبشن. طبعا اول حاجه انا عندي الباب وعندي تحكمات الاناره معايا. ادي عندي المفتاح ده للسبوت لايت اللي موجود معايا في الجزئيه دي للمدخل. وعندي هنا مفتاحين على السبوتات للجزئيه دي. تمام. وعندي هنا فوق الليد بروفايل، وعندي هنا مفتاح على الليد بروفايل، وعندي هنا مفتاحين على الجزئيه دي، وعندي هنا مفتاح للنجفه. ولكن احنا حاطين السبوت ده علشان خاطر نتست الكهرباء فيها والمفاتيح فيها. ده عندي المدخل، طبعا باريزه الكهرباء، وعندي تحكمات الاناره وكشاف الطوارئ. طبعا البانوهات الجميله جدا اللي بنستخدمها اللي بتدي شكل جمالي جدا في الديزاين. وطبعا الكهرباء بتاعه اليونت السفليه ومخرج بتاع التي في يونت، وعندي الكهرباء، وعندي هنا كده البلكونه، وطبعا الباب الالوميتال، وطبعا عندي الاناره بتاعه البلكونه، وعندي هنا البرايز اللي موجوده توزيعات للخدمات. وطبعا عندي هنا البرايز، باريزه يمين وباريزه شمال في الجنب ده كله، وعندي هنا في السنتر للشاشه وفوق التكييف لانه كان حاكمنا في الجزئيه دي. عندنا هنا الطرقه. قبل ما ادخل على الطرقه وقبل ما ادخل على الشغل بتاعنا واظهر باقي الديزاين بتاعنا، هدخل كده مع حضراتكم على هنا لوحه الكهرباء. لوحه الكهرباء بتاعتنا من فينوس، طبعا متبلوره زي ما حضراتكم شايفين بالقاطع بتاعنا اللي احنا بنستخدمه. عندنا هنا تمام، عندنا هنا المدخل بتاع الطرقه الصغيره مديه على حمام الضيوف وعلى المطبخ. طبعا اول ما بدخل تحكمات الاناره بتاعتي بتاعه المطبخ. المطبخ عندي اليونت ال60 داير لف، طبعا باريزه قوه، باريزه في ال60 ما بين اليونت السفليه واليونت العلويه. وطبعا عندي الشباك الالوميتال بتاع التهويه، وعندي هنا ماسوره الغاز، عندي هنا السخن والبارد بتاع الحوض، وعندي الفلتر، وعندي الكهرباء بتاعه الفلتر، وعندي هنا الغساله والكهرباء بتاعه الغساله. وما بين اليونت السفليه واليونت العلويه الكهرباء بتاعه ال60 سم. طبعا موزعين كهرباء للمطبخ كله. وطبعا معايا ده الباب لسه هنركبه بتاع الحمام. ادي عندي ال60 سم كلها. تمام. ده بالنسبه للكهرباء بتاعه المطبخ. طبعا المطبخ عندنا دي معبره اخدناها، مش باب خالص، لان عشان خاطر لو هنفتح الباب هيضيق المساحه دي، واحنا المساحه دي عايزين ان احنا نستغلها. طبعا معانا مش ناسيين لوحه الخدمات، وحبينا ان احنا نخلي لوحه الخدمات في وش في الطرقه على جنب علشان خاطر ما تكونش واضحه في زي اللوحه الثانيه دي اللي ورا الباب، لان اغلب الصيانات بتبقى هنا، ودي التوزيعات الداتا بتاعه باقي الشكل. طبعا عندي هنا الاناره للتحكم بتاع المدخل بتاع المطبخ والحمام. بعد كده احنا داخلين على الطرقه معانا بالشكل ده. تحكمات الاناره بتاعتها معانا هنا. اول ما بدخل ادي عندي الليد الشادو اللي على الحائط، وعندي هنا السبوت لايت، وطبعا كشاف الطوارئ. بعد كده عندي طبعا باريزه قوه حاطينها في الطرقه. بعد كده ندخل على الحمام بتاع الطرقه. عندنا حمام الطرقه طبعا الشادو، وعندي الليد، وعندي طبعا الهود الشفاط اللي بيركب في السقف. عندنا هنا التوزيعه. ادي هنا بانيو شاسيه، وعندنا هنا التويلت، وهنا الهاند، وهنا السخان، وطبعا المخرج الكهرباء بتاعه، وهنا الوحده طبعا هنا الغساله والكهرباء بتاعتها، وهنا لليونت الخشبيه بتاعتنا مع المرايه. الليد طبعا المضيئه معانا بالشكل ده. ده بالنسبه للحمام بتاع الطرقه. بعد كده احنا هندخل على الغرفه الماستر. الغرفه الماستر عندي ادي الغرفه الماستر، طبعا السيراميكا الباركيه الجميله جدا من كليوباترا، وعندي تحكمات الاناره. ادي عندي التربيعه دي علشان خاطر القمر استغلينا المساحه بتاعتها.
ووزعناها ب2 سبوت. وبعد كده عندي طبعا كشاف الطوارئ وبريزه القوه. وعندنا هنا كده بقى الغرفه، عندنا هنا كده الغرفه بتاعتنا. ادي التوزيعات بتاعه الشاشه، وادي عندي المكتب، وعندي مفتاح التكييف اللي موجود معانا الباك تو باك في الجزئيه دي. طبعا عندنا الشباك البانوراما الالوميتال، وعندنا هنا طبعا الظهريه بتاعه السرير. موزعين طبعا كهرباء وديفيتير للكومود وكهرباء للكومود الثاني، يعني كومود هنا وكومود الناحيه الثانيه، والسرير عندي في الجزئيه دي، وفي سنترها على طول موزعين للتي في يونت. تمام. بعد كده هنا التسريحه معانا للكهرباء بتاعتها موزعينها بالشكل ده. وادي عندي التي في يونت بالشكل ده تحت وفوق. طبعا عندي هنا علشان خاطر الاضاءه تبقى كويسه جدا ومظبوطه موزعين ليد يمين وليد شمال بالشكل ده. ادي الليد وادي الليد، و2 4 6 سبوت و6 سبوت الناحيه الثانيه. وهنا لو هننزل نجفه بالشكل ده هتبقى شكلها شيك وجميله جدا. وطبعا مفتاح بتاع التكييف. وهنا مستخدمين السيراميكا الباركيه من شركه كليوباترا، سيراميكا جميله جدا فيها التجزيعات بتاعه الخشب، وعاملين برضو في تركيبه مش 7 8، مستخدمين الساحب ولاحق. وطبعا العرموس ماشي معايا، العرموس ماشي مكمل معايا حتى في الوزن. ده بالنسبه برضو تريكات وفنيات في التنفيذ السيراميك، لازم طبعا ناخد بالنا منها واحنا بننفذها. بعد كده انا عندي حمام الماستر. زي ما حضراتكم شايفين هنا عندي حمام الماستر. حمام الماستر طبعا اول ما بدخل تحكمات الاناره بتاعتي، يعني ادي هنا كده الشادو اللي موجود فوق، وعندي هنا كده السبوت، وبعد كده السبوت الثاني يعني على 2 مفتاح. عندي اليونت الخشبيه السوفت كلوز معايا بالشكل ده، طبعا بتتقفل كده هي سوفت كلوز. وعندي طبعا المرايه ودي لسه هنركبها حالا. وعندي هنا الجريلا بتاعه الشاور، وعندي الخلاط الدفء والصباب والرين شاور اللي جاي من السقف. وطبعا الشفاط اللي هيركب طبعا اللي احنا هنطلع يسحب كل التهويه اللي موجوده في المكان. هنا طبعا افضل مكان للبيبه خليناه في الجنب الشمال اللي قاعد، علشان خاطر اي ميه جايه من هنا. طبعا في نسبه ميول على الجريلا وفي نسبه ميول على البيبه. عندي المفتاح وعندي السخان والكهرباء بتاعه السخان والخلاط والهند. ده بالنسبه للحمام معانا. بعد كده احنا هندخل على، انا كده دلوقتي في الطرقه، هندخل على الغرفه اللي على اليمين اللي في الطرقه. وهي حاجه برضو كمان، وهي ان رابطين ديفيتير في الطرقه، لو عايز اقفل الطرقه اقفلها من هنا. بعد كده هندخل على الغرفه. انا عندي غرفه الاولاد. طبعا اول ما بدخل تحكمات الاناره بتبقى على ايدي اليمين. ادي عندي هنا الغرفه، بص كده زي ما حضراتكم شايفين. ادي عندي هنا البريزه، وعندي تحكمات الاناره، وعندي كشاف الطوارئ، وعندي طبعا البريزه اللي تحت. وعندي هنا كده ادي كومود، وادي كومود الناحيه الثانيه، وادي السرير موجود في الجزئيه دي، كومود شمالي وكومود يميني، وفي سنترها مسنطرين السرير. وعندي هنا بريزه قوه، وعندي هنا مفتاح التكييف، وعندي افضل مكان برضه للتكييف علشان الصرف وعلشان خاطر الفريون، التكييف وصرفه في الجزئيه دي. وعندي هنا الشباك البانوراما الالوميتال معانا بالشكل ده. وعندي باريزه قوه موجوده في الجزئيه دي، وباريزه قوه موجوده في الجزئيه دي. وطبعا كل الغرف معانا مستخدمينها سيراميك الباركيه، وعندي في الطرقه مستخدمين ال60 في 60. تمام. بعد كده هندخل على الغرفه بتاعه الطرقه. الغرفه عندي بتاعه الطرقه طبعا تحكمات الاناره بتاعتي على اليمين زي ما حضراتكم شايفينها. عندي الشباك بتاع البلكونه، وعندي هنا السرير، عندي الكومود هنا يمين وكومود شمال، وعندي فوق التكييف
وفي سنترها على طول مسنطرين للشاشه، مسنطرين للشاشه. ادي عندي الشاشه، وطبعا باريزه قوه يمين وباريزه قوه شمال، لان هنا عندي هيكون المكتب. وطبعا الباب بتاع البلكونه الروتات، وطبعا مستخدمين السيراميك الباركيه. وبالنسبه عندي للسيراميك اللي موجود ال 60 في 120 وباقي كراتين السيراميك، متعودين دايما لما بنجيب سيراميك بنجيب سيراميك كمان كرتونه او كرتونتين زياده، علشان بعد كده لو اي حاجه حصلت مع العميل وهو عايش في المكان بكل سهوله بيشيل، يبقى عنده ستوك موجود بالنسبه للسيراميك، وان هو عادي يركب، يشيل اللي اتكسرت او يشيل اللي فيها صيانه ويركب غيرها، بدل ما يدور في الاخر وما يلاقيش من نفس السيراميكا بتاعته. فبنحتفظ له بكرتونتين موجودين معانا بالشكل ده، وعلشان خاطر ما نضغطش على الحيطه لانها مدهونه، فحاطين الكرتونه ديت تسند على الحيطه لحد ما نشيلهم في المخزن او في البدروم تحت او في السطح فوق، على اساس ان لو احتاج اي حاجه منهم يعرف يرجع لهم بكل سهوله ويشيل اللي عايزه صيانه ويركب من الجديد اللي احنا حاطينه معانا. طبعا اللي نازل هنا دي للنجفه، ده بالنسبه للغرفه بتاعه الطرقه. وبعد كده ادي عندنا طبعا شغلنا زي ما حضراتكم شايفين، ان كان بالنسبه للماستر او لحمام الطرقه او للطرقه نفسها. ده بالنسبه لشغلنا اللي عملناه بكل حب، والعميل يعني مبسوط الحمد لله من شغلنا ومن اللي احنا نفذناه. وانتظرونا في تشطيبه جميله تاني مع كلاينت جميل تاني، وشكرا، مع السلامه.